الريال كتربح ريال سوسيداد برباعية مقابل هدف، وماتش خرافي دارته ريال مدريد اليوم. الريال ظهرت بواحد الوجه اللي مغاير تماما على الماتش اللي لعبته ضد فالنسيا. ربحت فالنسيا ولكن ما كانش الاداء الكبير بالنسبه لهذا الماتش، راه كان فيه الاداء والنتيجه. قبل ما نبداو ما تنساش تخلي معك لايك ومتابعه. ريال مدريد تفرجت اليوم على ريال سوسيداد وقدمت واحده من اجمل المباريات ديالها هذا الموسم، رباعيه مقابل هدف. وماشي غير رباعيه، راه الاداء كان خرافي. شفنا بزاف ديال الثنائيات وبزاف ديال المثلثات وبزاف ديال المهارات الفرديه. الريال كانت ناجحه في كل شيء اليوم. ريال سوسيداد راه من احسن الفرق اللي كاينه في الليغا، وريال سوسيداد راه فرقه كتكون ند للند مع الفرق الكبار اللي ما كتسلمش لك الماتش بسهوله. والفرص اللي ضيعت ريال مدريد راه كانت تحسن بهم الماتش بسداسيه ولا بخمسه اهداف. راه ما يمكنش هاد الفرص اللي ضيعت، بزاف ديال الفرص. ومن بعد شحال هذه هي اول مره كنحس بان الريال عندها ظهير ايمن، يعني راه ما يمكنش داكشي اللي دار ارنولد اليوم. الفريق طوال راه كان ممتاز فيهم، تغيير الاتجاهات ممتاز، البيت اللي صنع الغارسيا ولا في الاحلام، بزاف ديال العرضيات اللي ما استغلوهمش لعابه ديال الريال جاو منه. وطريقه الخروج بالكره راه ما يمكنش. اربيلوا وظفوه هو وكاريراس بالرغم من انهم اظهر. ملي كتكون الريال كتبني اللعب، كاريراس وارنولد كيدخلوا لوسط الميدان، وفالفيردي وكامافينغا هما اللي كيرجعوا اظهره بسبب الجوده اللي عند هاد الجوج، وبالاخص ارنولد في الاستلام والتسليم، وانه كيصنع فرص اللي ما يمكن، ويقدر يضرب الدفاع بتمريره وحده. بيوت ديال الريال البيت الاول سجلوا غونزالو غارسيا، يلاه بدا الماتش سجل الهدف الاول، وهذا الهدف خلى الريال يلعب باريحيه. ولكن ريال سوسيداد ما تعطلتش وسجلت هدف التعادل. دين هاوسن اللي عطاهم ضربه جزاء واضحه لا غبار عليها من بعد خطا كارثي داروا في هذاك التدخل. وهذا الشيء ريال سوسيداد سجلت هدف التعادل، لكن الريال ما تعطلش وسجلت الهدف الثاني من ضربه جزاء ايضا سجلها فينيسيوس جونيور. فيدريكو فالفيردي كيشد الكره قدام منطقه الجزاء، كيضرب ايدوه ولا في الاحلام. اللي حارس ريال سوسيداد ما قرقب في الكره والو وسجل هدف رائع. الريال تلعب باريحيه. والهدف الرابع سجلوا ايضا فينيسيوس جونيور من ضربه جزاء نفذها بنجاح. فينيسيوس في هذا الماتش سجل جوج اهداف، وجوج الاهداف كانوا من ضربات جزاء. بالنسبه لضربات الجزاء راهم صحيحه 100%. ضربات الجزاء راه هو اللي صيدهم بجوج بسبب المهاره الفرديه ديالو الكبيره، وبسبب انه لاعب خبيث في اللعب ديالو. فينيسيوس هذا الموسم ما كانش في الفورما في كاع الماتشات، ولكن ملي كيكون في الفورما راه كيقدم ماتش كبير. واش هادشي بسبب كيليان مبابي ملي كيكون معاه. ملي كيكون ثنائي ديال فينيسيوس ومبابي، فينيسيوس راه ما كيتالقش بزاف، وهذا الماتش كان غايب فيه مبابي. وشفنا الجوده الكبيره ديال فينيسيوس، شفنا فينيسيوس اللي كنعرفو. ماتش خرافي. بالنسبه لريال مدريد حاليا في المركز الاول في صداره الدوري الاسباني، ولكن باقي البارسا ماتش ديال البارسا غيكون ضد جيرونا. ربحت البارسا فراه غترجع الصداره ديالها، ولكن الا تعثرت بتعادل او هزيمه فراه الصداره غتمشي. هادشي كيخلي ضغط على اللعابه ديال البارسا. لكن ماتش عندهم راه ساهل. جيرونا راه فرقه ضعيفه هذا الموسم، كيف ما كنقولوا كيبقى ديربي كاتالونيا بين جيرونا والبارسا، حتى حاجه ما تقدر تتوقعها. بالنسبه للاعب الثاني اللي ثار الانتباه ديالي في هذا الماتش وهو تشواميني دار ماتش خرافي اليوم. ماتش ما يمكن، كان مزيان دفاعيا وحتى هجوميا، وفي الخروج بالكره راه كان من احسن اللعابه. لكن بالنسبه للريال المشكله الواضحه وهي قلوب الدفاع. هاوسن مزيان في الخروج بالكره، مزيان في البناء في الكواري الطوال، وكيدير الزياده العدديه في وسط الميدان، ولكن دفاعيا راه ضعيف بزاف. روديغير لا دفاعيا لا هجوميا اللاعب ما بقاش كيف ما كان. روديغير ما بقى عنده ما يقدم الفرقه، هرب ليه النيفو بواحد الطريقه اللي ما يمكنش. بعد الاصابه اللي تعرض ليها ما رجعش روديغير اللي مشى. في الخروج بالكره راه ما كيعرفش يخرج بالكره من تحت الضغط. التمريرات طويله، كاع التمريرات اللي يلعبهم خاطئه. دفاعيا راه كارثه. 3 نقاط ثمينه بالنسبه للريال، خلي الضغط على البارسا. شنو بان لكم في هذا الماتش؟ الى عجبك الفيديو ما تنساش لايك ومتابعه ان شاء الله.